يا صباح الفل عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد. في حد كتب لي فيديو طلب ريكوست، يعني صورنا الأماكن الجميلة، صورنا الأحياء السكنية. طبعا أنا ممنوع إن أنا أصور وأنا سايقة، فأنا شارع جانبي يعني واخدة بالي يعني، وهقف دلوقتي وأفرجكم. بس ده شكل شارع سكني عادي جدا، تعتبر بيوت يعني ناس مستوى متوسط هنا المنطقة ديت يعني. يعني في بيت اهو في الكورنر، بتبقى بيوت يمين وشمال، الخضرة تبقى جميلة طبعا في الصيف، المنظر غير كده خالص في الشتاء. المناظر جميلة وطبيعة حلوة. هوصل بس عند البارك اللي انا رايحاه واشغل تاني. انا جاية هنا علشان بالتحديد اصور لكم البابليك بول، اللي هو البسين العمومي زي ده. طبعا هو مقفول دلوقتي، لسه ما فتحش. انا جايه قبل ما يبقى مليان ناس واطفال وكده، مش عايزه اصور حد طبعا. ده خدمه بتبقى موجوده في الصيف في كل كوميونيتيز، يعني كل منطقه سكنيه بيبقى فيها زي بابليك بول زي ده. هحاول الف حواليه عشان افرجكم. الشمسيه الزرقاء اللي انتم شايفينها ديت بيقعد تحتيها اللايف جاردز. استنوا بس اعدي. ده شكل المبنى، والباب اللي انتم شايفينه هناك ده اللي ممكن يدخل منه بقى جوه، بقى فيه واشرومز وممكن تغير لبسك جوه، وفي حمامات. وهوريكم الناحيه التانية المنظر من بره، لكن هو مبنى شكله كده يعني. اللي انتوا شايفينه هنا دوت اللي فيه شمسيه صغيره كده، اللي هنا ده سبلاش باد، يعني بسين صغير جدا. الطول فيه يعني لغايه اقل من ركبتك يعني للاطفال الصغيرين. واللي على بعد هحاول اقرب اكتر بتاع الناس الكبار، في جزء غويط وجزء مش غويط. ده البسين بتاع الكبار. الحته اللي انا قدامها ديت اللي فيها الدايفنج بوردز دول، ده اللي هو غويط يعني، اعتقد 5 متر او اكتر. والناحيه اللي هي هنا ديت ده ليك طول فيه يعني لغايه كتاف البني ادم، اللي هو الافريج هايت يعني، او من اول لغايه وسطك، ويبقى غويط اكتر. فيه هنا زحليقه طبعا. في كل شمسيه من دول اللي انتوا شايفينها بيقف عليها لايف جارد، فطول الوقت البسين دوت 2 اللي هم بتوع اللي هم اللايف جاردز، اللي هم بينقذوا حد لو بيغرق، بيبقوا شفتات يعني. بيبقوا طول الوقت موجودين يعني. البسينات البابليك اللي زي كده ديت فري طبعا، الدخول ببلاش. بيبقوا فاتحين من 12 الظهر ل 8 بالليل كل يوم في الصيف. بيقعدوا حوالي 7 أسابيع، من اخر اسبوع اللي هو المدارس بتقفل فيه، اللي هو اخر اسبوع في شهر 6، وغالبا بيقفلوا حوالي 20/8 22/8. وهناك المبنى هو اللي فيه اللي بيقعدوا فيها الموظفين والحمامات والحاجات ديت. والبورد الاصفر ده بتاع اللي هم بيوقظوا بيه يعني الناس. دي من ضمن الفاسيلتي اللي بيقدموها هنا في الصيف عشان يشجعوا الناس على الخروج بره، وحاجات طبعا سيرفيسز ببلاش. نفس منطقه سكنيه ده بيبقى فيها بارك، بابليك بارك زي كده. هنا واضح ان في ماتشات كوره النهارده، يمرنوا الاطفال، بيبقى في سوكر جيمز. هتلاقوا الاهالي قاعدين على جنب كده بيتفرجوا على المطوشه بتاعت ولادهم. شايفين كده الاهالي كل واحد جايب الكرسي بتاعه وقاعد على الكرسي بيتفرج على الماتش بتاع ولادهم. طبعا مش عايزه اصور ولاد الناس يعني، بس المنظر بيبقى عامل كده. ورايا الناحيه التانية البلاي جراوند اللي هو البارك يعني، بس في اطفال بيلعبوا فمش عايزه اقرب قوي يعني. ده شكل البلاي جراوند. شايفين كده البلاي جراوند بيبقى فيه اطفال بيلعبوا، وبيبقى بارك كبير وخضره كتير قوي. في ملاعب باسكت بول وملاعب هنا. ده هتلاقوا حمام. مش كل الباركس فيها حمامات، اغلبها ما فيهاش اكشلي، بالذات في الشتاء. وهنا اعتقد ده بيسبول فيلد، بيلعبوا البيسبول الناس اللي قصادي دول. اقرب شويه عشان افرجكم. مساحه كبيره يعني، زي ما انتم شايفين ده كده ملعب البيسبول. على بعد هناك الناس اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا في ملعب السوكر، بيتفرجوا على عيالهم بيلعبوا ماتش. وعلى اليمين هنا العربيات راكنه طبعا في باركينج. وعلى اليمين هناك كده البلاي جراوند اللي فيه الاطفال الصغيرين اللي بيلعبوا لو شايفين. فهي مساحه كبيره خالص، بتبقى خضراء وفيها ملاعب. في الشتاء بتبقى الباركس ديت غالبا بيبقى فيها بيعملوا سكيتنج رينج، اللي هم يعملوا سكيتنج، وبيعملوا لهم زي جبال كده، بيجيبوا يعني لودر او حاجه يزق السنو عشان العيال تتزحلق في السنو. بتبقى مفتوحه برضو الباركس ديت صيف وشتاء. نفس البارك ده في ملاعب تنس هنا كمان. مش كل الباركس فيها كل انواع الملاعب يعني، بس البارك ده تحديدا حتى ملعب تنس موجود. وعلى بعد هنا المكان اللي هو بقى الواسع بقى فيه بيكنيك تيبلز، واللي عايز يعمل بيكنيك يقعد. وعلى بعد هناك برضه مش عارفه شايفين الكراسي ولا لا، احاول اعمل زوم
تلاقوا كراسي كتير وبيكنيك تيبلز والناس تستمتع بالجو جميل. فده شكل المنطقة السكنية ديت اللي ساكنين في وش البارك دول. طبعا ما شاء الله يعني هتلاقي البيوت دي اغلى شوية بسبب ان ما فيش في وشهم حد يعني. فده شارع منطقة سكنية زي ما قلت لكم. المنطقة دي تعتبر يعني متوسطة، اكشلي اعلى من متوسطة شوية يعني. في بيت اهو مكتوب عليه للإيجار، هحاول اطلع لكم سعر مثلا بيت زي دوت للإيجار يكون بكام. خلينا نطلع الانفورميشن واقول لكم. ده شكله. وقفت بس ما لقيتش ثمنه بالظبط، بس اون افريج في حدود $2600 ايجار بيت زي دوت في الشهر or more actually. انا ما دورتش تحديدا هو فيه ايه وما فيهوش ايه، بس كده. فدي منطقة سكنية. هتلاقوا البيوت كمان هنا للبيع probably من 600,000 وانت طالع على حسب حجم البيت. طبعا دي منطقة تعتبر كويسة يعني. ده جراج سيل، حد عامل سيل قدام بيته بيبيع حاجات. الجراج سيل يعني بيعملوا كده لو عندهم حاجات كتير مجمعة في بيتهم، بيجمعوها يعني بدل ما يرموها او يبرعوا بيها يعني الدونيشنز، بيحاولوا يبيعوها يعني. هطلع على الطريق بقى انا عشان اشوف ورايا ايه يعني. يا رب الجولة الصغيرة ديت تكون عجبتكم، واكتبوا لي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه تاني. ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا في الشانل بتاعتي لو عجبكم المحتوى بتاعي. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.